إيفلين جريس هارتلي كانت بنت جميلة مراهقة عندها 15 سنة. اختفت في يوم وليلة من غير ما تسيب أي أثر يوضح إيه اللي حصل لها، وفضل لغز اختفائها من غير حل. وفضلت قصتها في عقول كل السكان المحليين وعشاق قصص الجريمة. القصة حصلت في ولاية ويسكنسون. إيفلين كانت طالبة في المدرسة الثانوية المركزية في لاكروس، وهي بنت أستاذ في علم الأحياء في كلية ولاية ويسكونسن. إيفلين كانت مشهورة بذكائها وطيبتها، وفي ليلة يوم 24 أكتوبر 1953 راحت إيفلين لبيت البروفيسور فيجو راسموسن زميل أبوها علشان ترعى بنته اللي كان اسمها جانيس، واللي كان عمرها 20 شهر بس. وما كانتش تعرف ان الليلة دي هتكون نقطة فاصلة في حياتها. إيفلين كانت بتشتغل كجليسة أطفال لمدة سنة واحدة بس، وكانت دايما بتطمن باباها ومامتها بالتليفون. وفي الليلة اللي اختفت فيها فضل الوالدين مستنيين بنتهم لكنها ما اتصلتش لحد ما الساعة جت 9 بالليل. باباها قلق عليها وراح بسرعة لبيت زميله، والغريب انه لقى الابواب والشبابيك كلها مقفولة، وعرف يدخل جوه البيت عشان يتفاجئ بنضارة بنته وفردة جزمة واحدة بس مرمية على أرضية أوضة المعيشة. اتخض الأب على بنته أكتر وأكتر، واتفاجئ بآثار أقدام وبقع دم موجودة لحد بره البيت. وعرف الأب إن في حاجة فظيعة حصلت لبنته. جري الأب بسرعة للقابو اللي في البيت، وهناك لقى فردة الجزمة التانية، وطلع لفوق تاني ولقى إن السجاد متغير عن مكانه، وكأن كان في خناقة حصلت في المكان. وفورا بلغ الشرطة كثفت عمليات البحث في المنطقة كلها بمساعدة 2000 شخص، واستخدموا طيارات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية، ودوروا في المنطقة كلها من غير ما يلاقوا أي أثر ليها. ده غير إنهم دوروا حتى في المسطحات المائية القريبة من المكان الاختفاء، وبرضه معرفوش يوصلوا لحاجة. وفضل الأمل يقل ويقل مع مرور الأيام، والشرطة بقى عندها يقين إنها مش هتلاقي إيفلين عايشة أصلا. بس حتى لو ميتة فين جثتها؟ رئيس الشرطة جورج لونج فرض نظرية إنها اتخطفت، بس مش عشان عاوزين فدية، والأدلة اللي كانت موجودة في المكان بتدعم النظرية دي. ظهرت بعدها بسنين كتير مشتبه فيهم في القضية، وكان أولهم واحد اسمه إدوارد جين، وكان بيشتغل مزارع، وكان معروف عنه انه سمعته وحشة. ده غير الجرائم الكتير اللي عملها في المنطقة، وخصوصا انه معروف عنه انه بيهاجم النساء فقط. بس للأسف معرفوش يلاقوا اي دليل ملموس يدين إدوارد في قضية اختفاء إيفلين. مع مرور الأيام بدأت القضية تختفي تدريجيا، والناس ما بقوش مهتمين يعرفوا مصير إيفلين، وعيلتها ما فقدتش الأمل في إنها تلاقي بنتهم ويلاقوها عايشة. لحد يومنا هذا محدش يعرف إيه اللي حصل لإيفلين واختفت فيه. لو عجبكم الفيديو ده أكيد هيعجبكم قصة الفيديو ده، روحوا شوفوه بسرعة، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.